المنتخب المغربي لن تتأهل إلى الدور القادم إلا بأمر السعودي. اليوم عندنا قصة كروية كوميدية. القصة بدأت تنهار قبل الماتش، فين بعض الإخوان من السعودية كي يهدروا بحل إلا هم البرازيل. المنتخب المغربي لن تتأهل إلى الدور القادم إلا بأمر السعودي، لن تتأهل إلا بأمر السعودي، ولكن نحن لن ندعكم تتأهلون للدور القادم. نحن راح نختار عمان تتأهل معنا. ستغادرون البطولة يا مغاربة. بانين كذا يا ولاد فرج. شو المغرب وتقعدوا وهذا مقلقين بداو كيحتجوا. هو المغرب. هاتوا المغرب. اي مغرب يحكوا عنه الفرقه الاولى ولا الثانيه، لانه هذه اللي معاكم بس الثالثه. يعني عادي، احنا مشغولين حاليا كاس افريقيا وكاس العالم. كاس العرب مش من يعني توقعات المغرب انه يشارك فيه. طيب روح محور المستثمر خالك وش الوضع؟ عطني تصريح دقيقة. اعطيك والله لو ربحت السعودية المغرب، ايوه والله اعطيك ايفون 17 برو ماكس. والله العظيم. دقيقة اسمع اللي في البث كم واحد؟ وين في ناس مصورين البث؟ مصورين البث. متأكد؟ والله متأكد. الوعد بعد في نفس الملعب؟ اسمي كشخة مكشوخة، والله لو ربح ثاني ايفون. واش اسود الاطلس؟ تحسب بالك اللي سماهم اسود الاطلس ساهل. اليوم يوريو لك اسود الاطلس واش يديروا في جمال الصحراء. اليوم ذوك شويه الماتش تاع المغرب مع السعوديه. اليوم تشوفوا كره القدم الافريقيه. خوتي المغاربه انا دائما معاكم، انا دائما معاكم. داخل منطقه الجزاء عرضيه. استغفر الله العظيم. انتهت واحدة من أفضل مباريات بطولة كأس العرب، نهائي مبكر للبطولة بين المنتخب المغربي والمنتخب السعودي. المنتخب المغربي أسود الأطلس ينتصرون على المنتخب السعودي بهدف وحيد عشان المنتخب المغربي يحسم صدارة المجموعة ويصعد لدور الثمانية كمتصدر لمجموعته، على حساب المنتخب السعودي اللي برضه صعد لدور الثمانية ولكنه صعد كوصيف للمجموعة. كسرنا عينه والسعودي وينه. السلام عليكم. خبرني يسلم علي. خبرني سلام عليك. شو احساسك وانت خسران؟ يبكي. لا شاف والله وفك يبكي والله. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.